السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا دجاج معمر ومشوي في الفران اللي كيجي مذاق ديالو رائع بزاف بزاف، تتبيله رائعه اللي كتزيدوا بنه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وقبل ما نبداو الوصفه ديالنا نصلي على نبينا محمد عليه افضل الصلوات والسلام ونبداو على بركه الله. بالنسبة للشرمولة عندي هنا كمية من القزبر المعدنوس والثومة اللي مدقوقين على حسب الكمية ديال الدجاج اللي غادي تستعملوا. انا هنا درت قياس 2 دجاجات، زدت معلقة ديال السكينجبير ومعلقة ديال الخرقوم وشوية ديال الابزار، واحد الضامة ديال الزعفران، وزدت كذلك معلقة ديال القزبر يابس ومعلقة صغيرة ديال المطارد، وهنا تقريبا معلقة كبيرة ديال صوص الصوجة، وغادي نزيد كذلك معلقة صغيرة ديال الهريسة اللي كتزيد تبنن لنا الدجاج ديالنا اكثر، وعندي معلقة كبيرة ديال الزبدة. صافي هذه هي الشرموله ديالنا. غادي نضيف عليها العطريه ديال المذاق ديال المدخن، عطريه فيمي اللي تجيب لنا الذوق ديال هذا الدجاج زوين، كيجي الذوق ديالو مدخن كيجي مختلف. صافي غادي نخلط هاد العطريه حتى تنسجم مع بعضياتها. هنا غادي نخففها بواحد شويه د الماء، صافي. وغادي نشرمل الدجاج اللي غسلته مزيان بالملحه والحامض وبيتو ليله كامله. من بعد غسلته خليته حتى نشف مزيان مزيان، عاد غادي نشرملو. صافي هنا غادي نحاول ندخل ديك الشرموله مزيان من الداخل، وكاع نشرملها كلها مزيان جميع الجوانب. الشرموله راه كيجي الذوق ديالها زوين. هنا كندير لها بحال هكا من الفوق باش ديك الشرموله تدخلنا حتى في الصدر ديال الدجاج ويجينا فتي. صافي هنا كنستمر كنشرمل ديك الدجاجه ديالي كامله، كندور عليها ديك الشرموله، وكنخليو الدجاج ديالنا يتشرب مزيان ديك لا ماريناد، وكتشرب ديك العطريه باش كيجينا فتي وكيجينا بنين. قد ما خدا وقتو في باش يتشرب لنا ديك العطريه راه كيجي زوين. انا بالنسبه لي انايا خليته ليله كامله، يعني راه تشرب على خاطرو. صافي دابا هنا من بعد ما شرملتهم غادي ندوز نصايب العماره اللي نعمر بها الدجاج. كما كتشوفوا هنا خليت هذيك العطريه اللي بقات ليا من الدجاج، وزدت عليها الشعريه الصينيه والزيتون مقطع ومعلقه صغيره ديال الهريسه على حسب نتوما واش تبغيوه حار ولا لا، وزدت شويه ديال القزبون والمعدنوس والثومه، وخديت واحد طريف ديال الحامض المصير حتى هو قطعته رقيق وضفتو للشعريه الصينيه، وكذلك ضفت العطريه ديال فومي باش كتعطيني داك المذاق. كذلك في العماره ديال المدخن كيجي زوين. صافي وفي الاخير ضفت شويه ديال الزيت البلديه. صافي وكنعمر هنا الدجاج ديالي. بالنسبه للشعريه الصينيه انا استعملت 2 مكعبات جاوني هما هادوك، يعني عمروا لي الدجاج مزيان.
صافي. هنا ممكن ديروا الكبيدات ديال الدجاج، ممكن ديروا كفته، المهم على حسب المتوفر شنو كاين. انا مره كنعمر هكا بالكبيدات ديال الدجاج، مره كندير الكفته، حتى بالكفته راه كيجي زوين. صافي هنا غادي نجمعها. هنا يديا كيزلقوا. نجمعها وغادي نسد دوك الرجيلات بالخيط. صافي هنا غادي نخليهم يباتوا ليله كامله. غادي نغطيهم بالسلوفان ونخليهم في الثلاجه. هنا الغد ليه لويتهم بالورق الطبخ، ولويتهم كذلك في بابي الومنيوم، وغادي نصيفطهم للفران يطيبوا. كيجيو طايبين في الفران ديال الزنقه، راه كيجيو رائعين بزاف مع داك العطريه فيمي مع الطياب برا. كيجي واحد المذاق في الدجاج زوين بزاف بزاف. هنا من بعد ما جبته من الفران شوفوا كيجي محمر في الفران، كيجي مذهب زوين، يعني كتكملي له التحمار في الدار واحد شويه. صافي هنا غادي ندهنهم. درت شويه ديال الزبده وغادي نزيد عليهم معلقه د الهريسه ومعلقه ديال صوص الصوجا واش كيجينا داك اللوين ديال الدجاج مذهب. صافي نخلط هادشي وغادي ندهن الدجاج ديالي وغادي ندخلو يتحمر على خاطرو. كيجي زوين فاش كندهنوه بحال هكا، وتا ديك الهريسه وصوص الصوجا كتزيد تعطيه مذاق زوين. صافي هنا من التحت ما غاديش ندهنو مزيان، يعني تما راه محمر. ولا كنتو طيبوه في الدار يعني راه تدخلوه يطيب وكتخليوه تقريبا شي ساعتين كيطيب على خاطرو على نار مهيله. ولكن انا الصراحه كنفضل الطياب ديال الفران برا، كيجي مختلف كيجي زوين. كنتمنى تجربوا هاد الطريقه، راه غادي تعجبكم بزاف وغادي تعجب العائلات ديالكم وكذلك حتى الضيوف ديالكم. صافي هنا الدجاج ديالي ها هو وجد، ها هو الطبق كيجي الشكل ديالو النهائي. هنا رافقته مع شويه ديال الخضره سوطي، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. وزوقته هنا بشويه ديال اللوز ايفيلي، يعني درت له غير واحد التزيين شويه بسيط، يعني التزيين كيبقى على حساب داكشي اللي عندك في الدار. صافي هنا رفقته مع هاد المريقه اللي مدغمره حتى هي كتجي زوينه وكتجي معسله. الصراحه راه كيجي طبق رائع ديال تحميره الوجه. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من اللايك وشي تعليق زوين، واللي ما مشتركش عندي مرحبا بكم عندي في القناه. وكنقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.